عمل تقرير طبي وعايز مثلا شهادة الابن، فالابن ممكن يذهب وهو متأثم ويعلم أن أباه ظالم مثلا، لكن يمنعه الحياء أن يكذب والده، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يقوم بالقسط وأن يحكم بالعدل وأن يشهد لله. ده في كما قلت في باب المحاباة. أما الغضب فإنه سبع إذا لم يكفه المرء افترسه. إنسان في لحظات الغضب قد يقول الشيء الذي يندم عليه طيلة عمره. لذلك قال الله عز وجل في باب الغضب: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، لأن الذي يوقف المرء في حال الغضب هو تعظيمه لرب العالمين. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قائم يعني المرء إذا ذكر قيام الله عز وجل واستحضر عظمة الله عز وجل قل كل شيء أمامه. يعني شوف العز بن عبد السلام لما ذهب إلى أيوب حاكم مصر في يوم تنصيبه ملكا أو حاكما على مصر، ذهب ليقوم بكلمة الحق فاتكأ على غلامه وقال: اذهب بنا لنقول كلمة حق. طبعا ذهب وأيوب انت عارف في يوم تنصيبه يعني كل الرتب والوزراء والأمراء والعلماء كلهم معه في هذا اليوم يجاملونه، فذهب العز ابن عبد السلام رحمه الله متكئا على غلامه ثم ناداه قال: يا أيوب، جعل الله لك ملك مصر وقد أبحت فيها الدعارة وأبحت القمار وفعلت وفعلت. فقال له أيوب: وأين ذاك يا سيدي؟ أنا ما فعلت هذا، هذا كان من زمان أبي. قال: أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فقال: أين هذا يا سيدي؟ قال: في المكان الفلاني والفلاني والفلاني. فأبطله أيوب. فلما انصرف العز مع تلميذه قال له: أما خفته؟ وانت بتتكلم بهذه الجرأة أمامه وهو ملك مصر. قال: يا بني، إني استحضرت عظمة الله في قلبي فرأيت السلطان قدامي كالقط. يعني كلما عظم مقام الله عز وجل عند العبد كان كل شيء بجنبه يتلاشى. علشان كده العبد إذا كان في فورة غضبه وعنده إيمان وتعظيم لحرمات الله تبارك وتعالى أوقفه التذكير بالله، كما حدث لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما ذكرته في مرة سابقة، لما قال عيينة ابن حصن لابن أخيه الأحنف ابن قيس: قال: أدخلني على هذا الأمير فإن لك وجها عنده. فلما دخل عيينة على عمر قال: هئ يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر غضبا شديدا حتى هم أن يقع به، فتلا عليه الأحنف قول الله عز وجل: قال: يا أمير المؤمنين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: فوالله ما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. يبقى إذن فهمنا لماذا في حال الغضب قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعادة أن النفس تميل في المحاباة إلى ذوات القرابة،
كذلك فعل الشاهد، والشاهد في قصة يوسف عليه السلام لم يكن طفلا كما يروى في بعض الروايات. والحديث الذي ورد أن من جملة من تكلم في المهد شاهد يوسف، فهذا الحديث لا يصح من جهة الرواية، إنما كان شاهدا كبيرا، كان رجلا عاقلا. قال إن كان قميصه قد من قبل، فهذا يدل على رغبته وتمنيه براءة المرأة، فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فتضافرت كل الشهود على براءة يوسف عليه السلام، فهذا هو عز الدنيا، هذا هو عز الدنيا. مكن له مرتين، المرة الأخيرة كانت مرة ذات شهرة، التمكين الأول لم يشعر به أحد. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، ده لما دخل قلب العزيز. أما لما صار على خزانة مصر، هذا هو التمكين الأشهر، لأن ما من إنسان يحتاج إلى ميرة إلا كان يمر على يوسف عليه السلام. لأجل هذا قال له يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ده الكلام ده إيه؟ في الدنيا. أما في الآخرة ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى إيه؟ الكف عن المنهي هي شجرة تورث عز الدنيا وشرف الآخرة. شرف الآخرة في قوله تعالى ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. إن شاء الله عز وجل وقدر أن نلتقي معكم مرة أخرى، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. عطر الكلام